لو نفسك تمسك نبض التكنولوجيا في السوق يبقى لازم تعرف يعني ايه ناسداك، المؤشر اللي مفيش اسرع منه في الصعود والنزول. في 1971 الامريكان قرروا يعملوا بورصة مختلفة كلها اونلاين، ما فيهاش ورق ولا صراخ في القاعة، بس فيها اختراع. ومن هنا اتولد الناسداك، اول بورصة الكترونية بالكامل في العالم. وفي نفس يوم الانطلاق بدأوا يعرضوا حوالي 3000 شركة، وبقى المؤشر ده منصة مستقلة للتداول، مش مجرد رقم على الشاشة. بيضم أكتر من 3000 شركة أغلبهم تكنولوجية، أبل، مايكروسوفت، أمازون، تسلا. يعني أي شركة وراها كود أو شريحة في الغالب هتلاقيها هنا. ليه الناسداك بيتحرك بسرعة؟ لأن الشركات اللي فيه بتتأثر فورا بأي خبر في عالم التكنولوجيا، سواء إعلان منتج جديد أو تحديث في الذكاء الاصطناعي. لو عاوز تبقى جوه دماغ وول ستريت، تابع الناسداك وشوف عقول السيليكون بيتصرفوا ازاي وقت الخطر والفرص. ما تنساش تقولي في الكومنتات، تفتكر التكنولوجيا هتفضل متربعة على عرش السوق، ولا في قطاعات تانية ممكن تخلي السوق يولع؟